عاوز اقول لشباب الثانويه العامه اللي خلصوا النهارده مبروك، بغض النظر عن النتيجه وبغض النظر عن الكليه اللي انت هتخشها. مبروك لانك اجتهدت وبذلت مجهود وتحملت الضغط وربنا قدرك وقدرت تواصل في السنه الطويله دي. ده يكفيك ويخليك فخور بنفسك جدا. على فكره النهارده انا عاوزك تكافئ نفسك كويس قوي وتفصل عن موضوع الثانويه العامه ده تماما، وما تفكرش لا في النتيجه اللي كمان شهر دي ولا في التنسيق. الكلام ده فكر فيه في وقته ان شاء الله. انبسط انك عديت السنه دي بحلوها ومرها وانها كلها خلاص بقت ورا ظهرك. حتى لو كان في اوقات انت قصرت فيها شويه خلال السنه الطويله دي، فده برضو اكيد كان غصب عنك، واكيد انت كنت بتحاول وبتجاهد نفسك وبتحاول تعمل اللي تقدر عليه تحت الضغط والظروف اللي انت كنت فيها. فما تحملش نفسك فوق طاقتك واستمتع بالاجازه دي واعمل كل اللي انت كنت حارم نفسك منه، وخلي موضوع النتيجه والقلق بخصوص المواضيع دي يبقى في وقته. قبل ما ابدا في الموضوع اللي عايز اتكلم فيه، عايز اقول كلمه للشباب اللي اجلوا، سواء اجلوا ماده او اكتر. اكيد القرار ده كان صعب عليك، واكيد انت ما كنتش حابب تاخد القرار ده، لكن الاكيد هو انك فكرت كويس وعندك سبب خلاك تعمل كده، سواء عايز تدي لنفسك فرصه تانية بحيث تجيب درجه اعلى او غيره. اللي عايز اقوله لك ان كله كان مكتوب، وما تضايقش نفسك خالص، وان شاء الله النتيجه هتطلع كويسه، والمواد اللي هتخشها بعد كده ان شاء الله هتجيب فيها درجه كويسه. ما تخليش موضوع انك اجلت ده ياثر على نفسيتك، واستمر زي ما انت حسبت، وان شاء الله تكون حساباتك صحيحه وربنا يكرمك. دلوقتي انا عايز اقول لكم كام نصيحه عشان تطلع من السنه دي كسبان ايا كان النتيجه بتاعتها. اول حاجه، في ناس السنه دي قربت خالص من ربنا، في ناس ما كانتش بتصلي بقت بتصلي، وناس كانت اخلاقها مش مظبوطه السنه دي ظبطوا نفسهم وظبطوا اخلاقهم وظبطوا اسلوبهم وتعاملهم مع الناس بقى كويس خالص. عايز اقول لك اوعى تغير الكلام ده. مش معنى انك خلصت امتحانات والسنه خلصت ترجع ديما لعادتها القديمه. اي عاده كويسه اكتسبتها خلال السنه دي حاول تحافظ عليها بقدر الامكان، سواء التزام بالصلاه والعباده، التعامل الكويس مع الناس وان اخلاقك تبقى كويسه، حتى المذاكره وان انت بقيت تقدر تقعد على الكتاب وتحصل معلومات. العادات دي احتفظ بيها وطورها. اوعى تستسلم لنفسك او لشيطانك وتخسر كل الحاجات الكويسه دي اللي انت ضفتها لنفسك لمجرد ان السنه خلصت وان خلاص انت مش مطالب بحاجه. اي عاده كويسه طلعت بيها من السنه دي هتفرق معاك جدا في حياتك بعد كده. تاني حاجه هي انك حاول تكون مفيد للناس اللي اصغر منك، بمعنى ان اي حد فينا عنده قريب او صديق السنه الجايه او السنه اللي بعديها هيكون ثانويه عامه، فانت حاول تفيد اللي اصغر منك بانك تقول له انت وقعت في ايه، وايه اللي ضايقك على مدار السنه، وايه اللي انت قصرت فيه، وايه اللي حسبته غلط. الكلام ده زي ما هيساعد غيرك زي ما هيكون مفيد ليك برضه، لان غيرك ده هيفتكر ان انت ساعدته وان انت وقفت جنبه وان انت نبهته على حاجه هو ما كانش واخد باله منها، وهيفضل ممتن ليك ويدعي لك طول عمره. يعني مثلا انا افتكر ان انا كنت في ثالثه ثانوي، كان في واحده زميله الدفعه اللي فوقيه كانت دخلت كليه صيدله، وكانت جايه المدرسه تزور المدرسين تسلم عليهم وكده. فانا كنت وقفتها وسالتها بقى وعايز اعرف عملت ايه وجابت مجموع كويس ازاي، وفعلا هي ردت على الاسئله بتاعتي وفادتني وقالت لي خلي بالك من كذا واعمل كذا وحاول ما تقعش في الحته دي، واصعب حاجه كانت ايه واسهل حاجه كانت ايه. فادتني فعلا. وانا اهو رغم ان انا خلصت كليه الطب اساسا واتخرجت، الا ان انا قاعد فاكر الكلام بتاعها كويس قوي وممتن ليها وشاكر لفكره ان هي ما بخلتش عليا بالمعلومات اللي هي عارفاها وساعدتني ولو بحاجه بسيطه. اللي عايز اقوله لك انك ما تبخلش على اللي اصغر منك بانك تقول له وتوجهه لايه الافضل ليه. دي حاجه اولا ربنا هيكافئك عليها جدا، ثانيا انت ذات نفسك هتكون مبسوط ان انت قدرت تساعد غيرك او تفيده. ثالث حاجه هقول لك عليها هي ان خلي بالك ان النتيجه مش مقياس لاي حاجه بعد كده. الشاطر والناجح هيكون ناجح في اي مكان ربنا هيحطه فيه، ما دام انت اجتهدت وبذلت اقصى مجهود وكل درجه انت جبتها بمجهودك وتستحقها، ثق ان ربنا هيحطك في مكان هتكون كويس فيه. مش معنى ان حد جاب درجه كويسه او راح الكليه الفلانيه هيكون احسن من حد تاني جاب اقل منه. لازم تكون عارف ان موضوع الدرجات ده عباره عن توفيق وتدبير من عند ربنا، مش بشطارتك وذكائك انت. وخلي عندك ثقه ان ربنا هيحطك في المكان المناسب ليك والمكان اللي انت تستحقه، وخليك فاكر ان التوفيق لو ما حالفكش النهارده فهو هيحالفك بعد كده في حاجه افضل وحاجه احسن. واخيرا انطلقوا واستمتعوا واعملوا كل اللي نفسكم فيه في الاجازه دي، وعوضوا نفسكم عن تعب وارهاق السنه كلها، ولما تظهر النتيجه ربنا يكرمكم ان شاء الله.